ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ده اول فيديو ليا على قناتي الجديدة، عايزاكم بقى تخربوا الفيديو لايكات وكومنتات حلوة، وقلنا نخرج الولاد كله يا جماعة الأول كده ينزل يصلي على النبي في الكومنتات. عايزين علي افضل الصلاة والسلام. الكومنتات كلها تبقى الصلاة على النبي. وإيه رأيكم فيا بقى تاني حاجة وأنا بتشعبط في العجلة الحنطور اللي كنا راكبينه ده. ابو عمر بقى شارك الولاد. عايز أقول لكم يا جدعان إن هو بجد بيقطع النفس، والله العظيم أنا تقيل في سواقته، نزلت من عليه نفس اتقطع. بس ممتع والله إيه رأيك فيه يا سلمى؟ كان حلو بس كان تقيل قوي بصراحة. كان تقيل ها؟ كان شفتوا تقيل بقى؟ قوي. تقيل بجد يعني. بس عايز اقول لكم يا جماعه بجد والله العظيم اليوم كان جميل. قلت لها لازم تشاركي اليوم ده مع الناس وتصوري اول فيديو لينا واحنا خارجين بره البيت. بعد الامتحانات بقى كمان قلنا نخلص بقى الامتحانات، وايه الولاد مكبوتين وخلاص زهقوا من الامتحانات، قلنا ننزل نخرج بقى ونشارككم معانا. كان احسن يوم والله. والله فعلا كان يوم جميل والله، وكان الجو جميل. بس انا خدت برد بعديها، ما اعرفش بردت ليه. انا صوته بردان اهو. الجو لسه ساقع على فكره، بيجي بالليل ويسقع جامد بيتلج. عايزين بقى الصيف بقى يخش بقى وعايزين تعرفوا كمان بقى لسه ميادة هترجع تاني البيت وهتطحن في البيت بعد الخروجه اللي انتوا شايفينها. كملوا الفيديو بقى للاخر وهتشوفوا بقى ايه حاجات جامده. احنا كنا هنا بقى خلصنا خلاص. انا بص كنت ماشي هنا خلاص بقى، يعني العيال لسه مثبتين وعايزين يركبوا تاني، وانا كنت خلاص بص فرهطت والله العظيم. لا هي العجله الاولانيه تقيله وانت نزلت بقى. انا عايز اقول لكم بقى يا جدعان من الاخر، اللي كان متقل العجله ميادة لما جت ركبت جنب مننا. والله ما ركبت معاهم في الاول منك لله، بس يا راجل انت كانت متقله العجله والله. انا عماله بقدف مش ببدع خلاص. اول مركب يقعد اول نفس اتقطع. بص هنا كنت منطلق بقى، كانت جنب مني نزلت سلمى انا وعمر بقى بجري بقى واطير حاجه كده. ايه عمر؟ لا ده عمر ماشي جنبك اهو، بص اطير وارفرف في الفضا. انما ركبت ميادة كانت الدنيا الصراحه. والله انا كنت عماله اصور فيهم ونفس اتقطع اهو. شايفين منظر الغروب يا جماعه؟ منظر الغروب مع التصوير عامل ازاي؟ لا تحفه. لا فنانه يا ميادة. شفت بقى التصوير بتاعي؟ اول مره تصوري فيديو عدل والله. ده تصوير يا جماعه، قولوا لي ايه رايكم. الغروب كان جاي جميل. احنا نزلنا بدري والله اليوم ده، قلت لهم تعالوا ننزل ناخد اليوم من اوله عشان نلحق اليوم من اوله. خلصنا الامتحانات بقى وايه. عشان ايه؟ خلصنا الامتحانات بقى. مبسوطه انت ها؟ طبعا. عماله ماسكه فيا بقى، عماله ايه، عايزه اشترك في جيم، عايزه تلعب كونج فو، حبه سباحه، لسه عماله تفكر بقى. بامانه يا جماعه السنه دي عدت صعبه جدا جدا يعني. عطلت ناس كتيره وخلت العيال كرهوا التعليم وكرهوا كل حاجه. تقييمات وامتحانات، حاجه ايه زي الفل. الواحد هنا بقى بصراحة. انت بقى بص ابو عمر بقى. بص اوعى على اللياقه يا ابو عمر، على اللياقه. ايه الحلاوه دي؟ لا حاجه زي الفل. لا بص السواقه بقى ركبت بقى ميادة هنا بقى عمالين يتحايلوا عليا. بص ده والله هو اللي بيتحايل عليا هنا اهو. تعالي اركبي ونزلنا بقى خلاص. قفلت بقى هي، قامت جايه قافله التليفون وراكبه معايا، وندمت ان انا ركبتها يا جماعه والله. شحر خلاص. شحرت يعني كلها 80-90 كيلو. كنا رايحين بقى عند كافيتيريا كده اسمها قهوتك مع ميمي ولا قهوتك عند ميمي. قهوتك عند ميمي الصراحه بيعمل قهوه جامده يا جماعه والله. بس احنا المنظر. هناك بقى انا اتطفست وتعبت بعديها، رحت جبت من عنده زلابيه. لسه بقى بتسبقش الاحداث بقى. هتشوف بقى طبق الزلابيه الجميل دلوقتي اهو هنا جناك كافيه. كنا قاعدين بقى مستنيين الزلابيه تنزل، وعمر بيضحك وسلمى عماله تضحك. سلمى اهو بص بقى، انا اللي جبت الشوكولاته. سلمى اختارت النوتيلا وانا اخترت بالسكر. سلمى بقى انا لحد هنا كنت حلو، كنت شغال حلو. رجعت بالليل بقى قامت مأكلاني جبنه مقليه. جبنه هبقى اوريها لكم يا جماعه. عايز اقول لكم ارتجاع مريء طول الليل، اقسم بالله انا ما نمت. جامد كنت فعلا. بموت امبارح بحتضر. وبعد كده قام بردان. بس سيبكم بقى من اي حاجه بامانه تحفه. هنا بقى خلصنا خروجتنا الجميله بقى وانا اشتغلت بقى للغم بقى. رجعت هي للغم بتاعها بقى. ابتديت بقى لسه بقى ايه، كنت عامله محشي وبنضف بقى ورا المحشي. خلاص كلوا بقى واتغدوا. احنا كلنا وشبعنا وملينا بطننا. كلوا وشبعوا بقى. وانا بقى ايه دخلت هنا بقى على المطبخ بقى، اشتغلت بقى ايه، قلت امسك الحله بقى والحوضه انضف. وقعدت بقى ايه، جبت السلكه وقلت لها تعالي بقى يا سلمى، واشتغلت بقى واديله دعك بقى في الحله، خليتها زي الفل. بص هتشوفوا دلوقتي هتنبهروا من النتيجه. صح يا سلمى؟ ايوه انا اللي كنت عماله اصور. وسلمى واقفه بقى معايا بقى وايه
هي اللي بتساعدني بصراحة، الوحيدة بصراحة سلمى هي اللي لما بتساعدني. تتعب او حاجه عمر ده في الطراوة بقى بينزل يلعب، هو دلوقتي مش قاعد كمان. كل الولاد كده يا جماعة ولا عمر ابني بس؟ لا عمر بس هو اللي عمر بس هو اللي بيحب الشارع وينزل يلعب، ما بيرضاش يقعد في البيت خالص. ولا يعمل لي اي حاجة. هنا بقى بدعك، بصوا الظهر يا جماعة. بتشقى والله مية. بص بقى، عماله تصدق انا ما شفتش الكلام ده امبارح والله. ولا وانتوا بتحسوا كنت بحاجة؟ قاعد انتوا في بتاكلوا الأوضة. المحشي كده وخلاص. قاعد في الاوضه والله، وبعديها كنت بحتضر بقى. هي نامت على فكره، نامت ونعست وراحت في النوم. والله انا بقى نمت اللي قتيلة. كنت قايم بالليل بقى بموت والله ما حسيتش بيك صدق. والله. قعدت ارجع وبطني قلبت، وبقت بطني دي بتتقطع من جوه وحاجه غريبه والله. عارفين انا خدت الفوار رجعت، وخدت فوار تاني رجعت. اللي عمل معايا وجاب معايا نتيجه كوبايه ميه وحطيت فيها معلقه ملح. كوبايه اللي ميه عنده دافيه حموضة يا جماعة وحطيت فيها ارتجاع. معلقه ملح، وقمت جاي مقلبها واشربها سنه سنه. هو اللي عندك بتجيب ده ارتجاع صح؟ ارتجاع مريء. انا عندي آه. ارتجاع اصلا، عنده قرحه نشطه. قرحة نشطة، اللي عنده قرحة نشطة يعمل مية بملح. ميه بملح تجيلك ارتجاع بالليل ولا اي حاجه. يا جماعه الفوار هتاخده من هنا هترجع تاني. انا الصراحه تعبت من موضوع الفوار ده. سيكون بيقلب بطني، بيعمل حاجه غريبه جوه المعده، ما بتبقاش متقبلاه. الميه والملح بقى، ونص ساعه خليك قاعد على الكنبه كده هتلاقي نفسك كده فقت. سحر. دي وصفة بقى من ابو عمر. لا دي انا جبتها للحبايب بقى. من الذكاء الاصطناعي والله. من الذكاء الاصطناعي يا جماعة، مش اي كلام، مش بنألف. شات جي بي تي قلت له انا تعبان ومش عارف اعمل ايه من فتره كده، وهو اللي اقترح عليا الاقتراح ده. قال لي قوم هات كوبايه ميه دافيه وحط فيها معلقه ملح كبيره وقلبها واشربها حبه حبه كده. هدت معاك الدنيا. هدت من ساعتها وانا ماشي على الحمد الوصفه لله. دي قام الصراحة. فطر اهو، عملت له كوباية ليمون وبعد كده قهوة. والله انا قمت فطرت رغيف صغنن قد كده بحته الجبنه، ما رضيتش اتقل ولا ما اعمل عشان أي هو حاجة. مش قادر بقى الصراحة. قلت اجوع معدتي شويه. احنا اصلا المفترض اصلا نصوم الايام دي والله. انا ما اعرفش احنا ما حدش فينا صام ليه. انا قلت هصوم يوم الوقفة كل عشان ما نيجي- العلاج، والله عشان كل ما العلاج. نيجي نصوم ما نعرفش يعني. انا جيت رجعت امبارح بعد الفجر وما قدرتش. عشان انت يا سلمى المفترض تصومي يا ما سلمى. قلتليش ليه؟ لا هي عرفني. فيها نفس صغنطوطة. انت لا عايزه تروحي تجري على السباحه وتروحي تجري على الكونغ فو. اه. هي دلوقتي يا جماعه سلمى عايزه تروح تلعب كونغ فو وتلعب سباحه. اكتبوا لنا بقى يا جماعه في الكومنتات، تلعب كونج فو ولا سباحه؟ بص هنا بقى خلصت الحله. بصوا هخليها ايه زي الفل يا جماعه. السلك الناعم ده حلو جدا، بعمل لكم كده اهو زي ما انتوا شايفيني. السلك الناعم ده بص بيخلي الحله ايه بتبرق. والله عندي طقم جرانيت كله قشر وبقى جرانيت سافلون ده كله قشر وبقى مش حلو بصراحه. رجعت للألمونيا تاني زي ما انتوا شايفين كده، بلمعها كده بتبقى زي الفل. وجبت الغطا اهو، بصوا مكان المحشي بقى والرواسب وكله زي ما انتوا شايفين. انا امبارح كنت مبسوطه عشان المحشي بصراحه. دي سلمى بقى من عشاق المحشي. بتحب المحشي انت؟ المحشي والورق عنب الاثنين. المحشي والورق العنب. مش بحب الكوسه. مش بتحب الكوسه ولا البتنجان صح كده؟ بصي يا جماعه بقى، الألمونيا ميزتها ان هي تيجي يعني تدعك فيها كده بتبقى بصراحه بتبرق ونضيفه جدا. بصوا هنا بقى الحوض اتسد بقى هنا وبنضف بقى فيه، عماله ادعك اهو في البتاعه. وسلمى بقى هي اللي بتصورني، ده تصوير سلمى. قولي لي بقى ايه رايكم؟ صح يا سلمى؟ حلو اكيد هيقولوا حلو يعني. اكيد هيقولوا حلو. بصوا بقى والسلكه بقى بتدعك بتطلع الألمونيا اللي مش نظيفه فيها، وبتخليها ايه تلمع 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 بجد يعني. السلك الألمونيا العادي يعني. ونشطف هنا بقى اهو زي ما انتوا شايفين كده، وهتبقى ايه. بصوا الغطا والله العظيم يا جماعة بقى بيلمع. الألمونيا احسن لا جرانيت ولا سفلون ولا الكلام اللي طالع ده. بصوا بوريكم، بص الغطا بيلمع حاجة اخر جميل. هنا بقى جيت عند الحنفية قلت بقى لمعها برضو بالمرة بقى. يلا وديها شطفة يلا ان شاء الله محد حوش. والله يا جماعة ربنا يقوينا على صحتنا وخدمة العيال والبيت، وبتبقى ايه حاجة يعني شقة بصراحة. انا خلصت الامتحانات، ضغطة الامتحانات دي، وقلت بقى ايه ابتدي على الشقة اخدها واحدة واحدة، انضف حاجة حاجة. بصوا هنا الحوض اتسد بعمله بالسلاكة
انا بعمل بقى بالسلك. وسلمى هي سلمى بقى عماله تصورني وانا بقى ايه عامله بالسلك، وحين حطيت بقى كرول الوان اللي انتوا عارفينه طبعا، مش عايزه اجيب الاسم، ودعكت بقى بالسلكه. بصوا هي السلكه هي السر في السلكه، بتخلي الحاجه بتلمع. اكنه حاجه طالعه فيها طين. بصراحه. ولو عندكم برضو كلور ابيض بحطه برضو يعني ندعة صغيره كده على الحوض الاستانلس، بتخليه ايه بيبقى زي الفل وبيلمع اكتر كمان من كلور الالوان. انا بستخدم كلور الالوان ده في كل حاجه، يعتبر في جميع الحاجات اللي انا بعملها في البيت، اي تلميع اي حاجه. وهنا بقى خلصت اهو، بص الحوض بقى زي الفل. جيت هنا بقى جبت عيش عشان العيد، اصغر عيش للعيد، ده بنجيبه في العيد بس. بص يا جماعه بيتفتح ازاي، جايباه عشان خاطر العيد بقى، والمشويات وسندوتشات. وانا عايزه برضه اللي تعملي كنت بصور. وسلمى برضو اللي بتصورني. هنا بكيسه بقى، كان العيش لسه جايباه وبكيسه بقى، بحطه في اكياس تلاجة زي ما انتوا شايفين كده. العيش ده سهل بقى الفتح، بجيبه عشان العيد، نحط كفتة سجق زي ما انت عايزة تعملي حواوشي شغال، يعني ايه اي حاجة بينفع، اي حاجة جبنة، يبقى سهل معاكي في الفتح. احنا بقى في العيد بقى عايزين نتدلع بقى، عايزين حاجة ايه سهلة، صح؟ تفرحني. الولاد بيحبوا العيش ده قوي، وايه وبيبقى في العيد سهل جدا، صح يا سلمى؟ صح. وبنكيس. وهنا بقى سلمى قالت لها ساعدك، قلت لها تمام ساعديني يا سلمى، ربنا يخليكي يا سلمى. وكده يا جماعة خلصنا الفيديو بتاعنا، ودي نهاية الفيديو خلاص بتاع النهاردة. واللي لسه ما اشتركش في القناة ينزل يشترك علشان يوصلوا اشعار بالفيديو الجديد اللي هنزله. وشجعوني بقى يا جماعة علشان ده اول فيديو ليا، وشجعوني اكتر عشان اعمل لكم فيديوهات تانية كتيرة. وحطوا لايك. اهي قالت لكم وحطوا لايك. يلا سلام.